يا مساء السعادة، ازيكم حبايبي؟ معاكم ميري أنور. جاية لكم النهاردة فيديو جامد جدا. هو مشتريات من السوق. مين اللي قال الحاجة غالية؟ الحاجة مولعة نار. ربنا يستر على الناس كلها. بجد حاجة عدت الوصف. يلا نشوف مع بعض جبنا ايه وأسعار الخضار والفاكهة ايه النهاردة. يلا بينا ندخل الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ حبايبي اللي من مصر وخارج مصر، كل سنة وكونوا طيبين وبخير. انا قلت اول الفيديو مين اللي قال الحاجه غاليه؟ لا، غاليه دي كلمه رخيصه جدا. الحاجه مولعه نار. بصراحه كنت النهارده اول يوم مدرسه، دخلت ولادي المدرسه وقلت اخش السوق اشتري شويه خضار على شويه فاكهه. طبعا البيت فيه بس بحب يكون فيه خير بزياده. اول ما جبت اليوستفندي بتاعنا، طبعا عجبني جدا. دولت كان قال لي الكيلو ب15، انا خدت الاتنين كيلو ب25 جنيه. فين بقى؟ فين الرخيصه؟ مش قلنا الحاجه غاليه؟ ادي الاستفندي بتاعنا، جبنا 2 كيلو ب25 جنيه. وكمان جبت برتقان، ده برتقان سكري. انا كنت بنتي الصغيره قالت لي ماما انا عايزه اكل برتقان سكري، قلت لها اجيب لك برتقان سكري. وفي عندي من ولادي بيحب البرتقان البلدي، وفي اللي بيحب البرتقان ابو سره. جبت من كل حاجه 2 كيلو، يعني 2 كيلو برتقان سكري، 2 كيلو برتقان بلدي اللي هو الصغير ده، و2 كيلو بسره. برضو في عندي ولادي بيحبوه. تمام. طيب برضو الكيلو بقى في السكري ب10 جنيه، في اللي هو أبو سرة ب15، البلدي ب7 جنيه. تمام، خدت كيلو ونص ب10 جنيه. تمام كده. طيب كمان عجبتني بقى ايه بقى الجامدة دي، أنا حابة دي أكتر حاجة. دي القرنبيطة، قلت آخدها أخزنها. داخل عندنا صيام العيد الكبير، أنا خزنتها بس قلت أخزنها معاكم. دي جايباها ب15 جنيه، بس هي كبيرة على فكرة. هي الكاميرا ظلمها، هي كبيرة جدا، حلوة. يعني دلوقتي هو الكرنب والقرنبيط غالي قوي. وكمان جبت فلفل أخضر الكيلو، طبعا ده مش بلدي ده سوبر، كيلو الواحد بس ب15. يعني تحس إن الأسعار كلها متقاربة. ده كيلو فلفل رومي أخضر، دوت الكيلو ب15. تمام. تمام. شوف مع بعض برضو جبنا خيار. جبت الخيار الكيلو ب10 جنيه، جبت كيلو ونص ب15. وبرضه سوبر مش بلدي، مفيش بلدي اليومين دول خالص. يعني أولاد بيروحوا المدرسة باحب أحط لهم في اللانش بوكس خياراية، جزراية، مع سمّة فاكهة، بتبقى برضه حاجة مغذية ليهم. طبعًا الطماطم اليومين دول حلوة أوي، أنا جايبة الكيلو ب5 جنيه عجبتني جدًا. بصوا حلوة مدورة وجميلة وصابحة. جبت 3 كيلو ب15 جنيه. قُلت ينفع في البيت يعني جامدة ماسكة نفسها. سلطة كده أنا خزنتها خلاص، الحقوا بقى هاتوا شوية خزّنوهم قبل شهر رمضان. دي بقى فاصوليا خضرا بجد، دي حلوة أوي، أوي، عجبتني، صابحة وطرية. كنت عارفة بقى إن هي حلوة إزاي. بُصّوا بقى، تمسكوا كده القرن وتدوسوا عليه، بُصّوا فرقع إزاي في إيدي، ما عملش كده خطوط، بُصّوا طري بيفرقع كده. دي هي صابحة، دي الكيلو 18 جنيه. الفاصوليا الخضرا أنا جبت كيلو واحد بس، 18. شايفين شكلها؟ حلوة أوي وصابحة وجميلة جدًا، جدًا. وكمان جبت برضه بسلة، عايزة بس أوريكم شكل البسلة عامل إزاي، حلوة. هنا البسلة ب16، جبت برضه كيس مليانة حلوة، مش وحشة، الحباية كبيرة وقُلت برضه أخزّنها. إحنا عندنا صيام العيد الكبير بتاعنا طبعًا ما فيهوش سمك، هنعيش على الخضار طبعًا طول الصيام 55 يوم، هينفعني. أنا كنت مخزّنة شوية ودول قُلت أجيبهم برضه أخزّنهم برضه معاكم، يعني أنا خزّنت مالية الdeep freezer عندي. تمام. وآدي معانا الجزر بقى. الجزر يعني هو يمكن اللي حلو شوية، الكيلو ب6 جنيه. أنا جبت حوالي كيلو ونص ب9 جنيه، حلو. شايفين حجمه حلو إزاي؟ لونه جميل وبرده صابح. ده الكيلو ب6 جنيه، كيلو ونص ب9 جنيه. تمام. تمام. شوف جبنا إيه تاني بقى، طبعًا ده الخضار بتاعنا، وما انساش أهم حاجة عندي الليمون. لازم يكون البيت فيه ليمون مهما خزنته في الفريزر، لازم يكون فيه ليمون صابح. شايفين؟ هنا الكيلو معايا ب8 جنيه، كيلو وربع ب10 جنيه، حلو أوي وكبير وجميل. على فكرة ممكن يتخلل، انزلوا هاتوا حبة وخللوهم قبل شهر رمضان، حلو أوي. تمام يا حبايبي. طيب شوف معانا إيه تاني، جبنا برضه بطاطا. الجو بقى برد وبيحب الحاجات دي أوي، بطاطا جميلة أوي في الشتا. ده جبتها كيلو ب20 جنيه، يعني كيلو ونص ب10 جنيه، حلوة وجميلة جدًا، جدًا. وكمان جبنا شوية فاكهة برضه، جبنا تفاح أمريكاني، صدقوني الكيلو ب40 جنيه. شايفين ريحته جميلة جدًا، بس أنا خدته ب35، خدت 2 كيلو ب70 جنيه. شايفين؟ طبعًا بنأكل ولادنا حاجات تغذيهم كده. بصوا ريحته جميلة، شدتني بجد، حلو أوي. تمام.
وجبت كمان كيوي، الكيوي قال لي الكيلو ب50 وقال لي الواحدة ب5، لأ أنا خدت ال5 ب20 يعني الواحدة ب4، ولمّا خدت ب40 جنيه جيت وزنت كان داخل على الكيلو، يبقى أوفر لي، يعني أنا جبت كيلو ب40 مش ب50، بالحباية أفضل، وكمان بالاقيها ماسكة نفسها لإن أنا عندي ديفيد بيحب الكيوي جدًا، بيعشق حاجة اسمها كيوي، ده كده يعني كيلو ب40 مش ب50 زي ما قال لي، لأ أنا نقيت بالواحدة وفي الآخر وزنت. وكمان معايا حرنكش، أقول لكم بقى موضوع الحرنكش ده ضحكوا عليَّ جدًا، كنا مرة ماشية أنا ومارفلينا قالت لي: "يا ماما عايزة آكل كريز أصفر." قُلت لها: "كريز أصفر؟ الكريز أحمر يا مارفلينا." قالت لي: "ماما ده." كان قصدها على إيه؟ على الحرنكش، أنا كنت أجيبه لهم زمان بس ما كانش بيقدروا ياكلوه كان بيبقى إيه، حادق، قُلت لها: "لأ خلاص هاجيب لِك من عند عمو خيري." طبعًا فاكراني باتعامل معاه وهو الكيلو عنده ب30 جنيه، خدت من عنده كيلو. خدت كيلو حلو أوي، أوي مسكّر وجميل، حتى قال لي دُقته لأ باخاف عشان مش مغصون، المهم دُقت واحدة لقيتها مسكّرة، طبعًا باحب أعمل كده لولادي وألِف في خيط زي المدارس زمان كده وباقدّمه لهم، ده كيلو ب30 جنيه، هو خفيف وبيقطع كتير، حلو أوي ومسكّر، ده حرنكش كلنا بنحبه، وجبت كمان فراولة، الفراولة في أي حتة برّه شايفاها ب12.5 لكن أنا جايباها ب15 هتقولي لي ليه؟ ريحتها. ريحتها بجد الفكهاني دوّة حاجته جميلة جدًا، غالية، رخيصة، جميلة أوي، تغسليها لونها زي ما هو، كنا بنجيبها من برّه اللي هي الرخيصة دي مجرد ما بتغسليها ما تلاقيش فيها لون، زي ما يكونوا بيدهنوها لون، بس دي ريحتها بلدي، بلدي، جامدة جدًا ومسكّرة، جبت 2 كيلو ب30 جنيه، حلوة جدًا، جدًا، وبُصّوا حلوة أوي، بألف هنا وشفا، حلوة ولونها جميل، تمام كده معايا؟ تمام، وجبنا إيه تاني؟ جبنا الموز. طبعًا الموز ده عشق العشق، لازم البيت يكون فيه موز، ما بنلحقش نخلّصه ونحبه جدًا، جدًا. جِبت 4 كيلو، الكيلو ب12.5 يعني ال4 كيلو ب50 جنيه، حلو، جميل. بُصّوا الموزة كبيرة وبُصّوا حلوة مش مخشّبة من جوّه، لأ مسكّرة. ميزة الفكهاني دوّة بيخلّيني آخُد الحاجة بإيدي، تمام؟ وكمان عايزة أقول لكم بقى حاجة برضه نسينا نقول جبنا معانا برضه السبانخ، أنا خزنتها معاكم على القناة في فيديو كامل تخزين السبانخ حلو أوي وهتنفعنا في الصيام العيد الكبير إن كلّها حديد، تبقى حلوة أوي، أوي في الصيام. جبت 4 حزم سبانخ ب10 جنيه، يالّا هاتوا حبّة وخزّنوهم على طريقتي على القناة تنفعكم أوي في شهر رمضان، ولازم برضه معاها خضرة، شبت، كزبرة، بقدونس، أنا خدت ال3 حزم الخضرة ب2 جنيه، جبت 6 ب4 جنيه. ودي كل الفاكهة بتاعتنا، يعني أي نعم الحاجة غالية، بس إحنا مش هنمنع الحاجة عن ولادنا، طب هنعمل إيه؟ حتى لو نجيب من كل حاجة كيلو ونخلّي البيت مليان خير، تمام كده؟ طبعًا الفاكهة غالية والخضار غالي، بس هنعمل إيه؟ ربنا مع الناس كلّها يا رب. أنا من طبيعتي ما باستناش البيت يكون فاضي، ما باعرفش، يعني مش بانزل كل يوم يعني مثلًا مرّة المدرسة، باحب البيت يكون مليان خير، ودايمًا جوزي هو اللي بيجيب فاكهة وهو جاي بالليل، بس بيجيبها من أنضف محلات وأغلى محلات، نفوجئ لمّا يروّح نلاقي معظمها بايظ، قُلت له: "لأ سيبي موضوع الفاكهة دوّة أنا هاجيبه." بقى تشجّعي كده خُشي السوق واملي بيتِك خير، ما تخلّيش بيتِك فاضي، وأي نعم الحاجة غالية بس هنعمل إيه؟ بألف هنا وشفا للي ياكل، وخليكم ماما شاطرة ودبّري ووفّري، كل سنة وأنتم طيبين، متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، مع السلامة.